مساء الخير، اهلا بيكم معانا حلقه جديده مباشر من مصر واسره يوم الثلاث. زي ما احنا متعودين كل ثلاث بكون معاكم مريم بدر والزميل مجدي درباله. اسمحوا لي في البدايه ارحب بمجدي. مساء الخير يا مجدي. مساء النور، ازيك يا مريم؟ اهلا بيكم اعزائي المشاهدين ويوم جديد ومباشر من مصر. هبدا على طول بتقرير مهم للمركز الاعلامي لمجلس الوزراء، حيث نشر تقريرا مدعوم بانفوجراف عن الاشادات الدوليه بالسياسات التنمويه للدوله المصريه خلال 8 سنوات، حيث حققت مصر نجاحات وتحولات ايجابيه بمحاور وقطاعات التنميه البشريه، مما وضعها بين الدول العربيه والافريقيه الاكثر تقدما بتقارير الامم المتحده. الحقيقه ان الانفوجراف فيه الكثير من المعلومات ومن التصريحات. معانا كمان التقرير وضح التباين في وضع البطاله في مصر، وذكر التقرير التنميه البشريه لعام 2021 ونتائج تطور الاداء الاقتصادي مع تطبيق برنامج الاصلاح، وبتشير الى تراجع معدل البطاله. أظهر التقرير أيضا إشادة بدور مصر بين الدول الناشطة في النظام المناخي العالمي، بالإضافة إلى سعيها لبناء قدراتها للتصدي لتهديدات تغير المناخ للاستدامة البيئية. وعلى الخلاف من ذلك فقد ذكر التقرير قبل 2014 حيث أنه ما زالت كفالة الاستدامة البيئية في مصر تمثل تحديا كبيرا إلى جانب التحديات التي يفرضها تغير المناخ ونقص المياه. أما كمان بالنسبة للفجوة التنموية فالتقرير ذكر أنه في عام 2021 مصر بذلت العديد من الجهود في تعزيز إدماج المرأة وقضاياها في السياسات المختلفة وتعزيز دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. كشف التقرير أيضا على أن مصر أصبحت ضمن دول محدودة من الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة على مستوى القارة الأفريقية عام 2021، حيث تعد ثاني أكثر الدول العربية تحسنا بمؤشرات التنمية البشرية من حيث النهوض بحياة الإنسان ورفاهيته، وهو لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط ولكن يشتمل على تقييم الفرص والخيارات المتاحة للمواطنين. تمام. ورصد التقرير التطور كمان في وضع البنية التحتية، ولفت تقرير التنمية البشرية لعام 2021 أن رؤية مصر التنموية تمثلت في 2014 بصفة خاصة في تطوير بنية تحتية قوية تدفع بالتنمية، وأن السمات التجارية التنموية المصرية كانت في التركيز على تطوير قطاعات النقل والطاقة والإسكان. تحدث التقرير أيضا على المساواة في التعليم ما بين المرأة والرجل، حيث تحسنت نسبة عدم المساواة في التعليم حيث بلغت 36.9% في 2021 مقارنة ب 40% عام 2014، علما بأن تناقص النسبة يشير إلى التحسن بمستويات المساواة. تمام. قبل ما نبتدي فقرتنا اللي هتكون معانا ان شاء الله بعد الفاصل، متعودين ان احنا دايما بنطلع بتقرير اخباري في اهم الاخبار اللي حدثت في مصر والعالم. خلونا نشوف التقرير الاخباري ونبتدي فقرتنا معاكم. يلا.